السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله احنا جايبين عربيه هيونداي اكسنت موديل 2021. العربيه دي طبعا حالتها ممتازه قوي وفابريكا بالكامل بره وجوه، ما عدا اكسدام امامي والرفرف الامامي شمال. والرفرف ده على فكره لو انت كمان شيكت عليه بالقلم هتلاقيه ما فيهوش بوهيه، لانه مرشوش على اللحم بدون حوادث بدون اي حاجه خالص، وكان حكات بسيطه كده واتعملت في الرفرف بالكامل اترش، وطبعا لازم يتسرق مع بعضه عشان البوهيه كلها تتساوى ببعضها. المهم ان العربيه دي موجوده في معرض الرضا. المعرض ده موجود في وسنا المنوفيه في شارع الترعه او شارع الصباح. المعرض ده كمان بيستورد عربيات من الخارج، مش بس مقتصر على العربيات اللي موجوده هنا في مصر، ولكن العربيه اللي معانا النهارده هي عربيه موجوده هنا في مصر، والعربيه دي كمان مصريه مش جايه استيراد. العربيه دي فيها رخصه سنه. العربيه ما شاء الله حالتها زي ما احنا شايفين ممتازه قوي. العربيه دي معروفه طبعا بالهيونداي الاتش سي اي، الشكل الجديد اللي هو الفيس ليفت اللي شبه التوسان. فطبعا العربيه ما شاء الله اللون بتاعها كمان جميل قوي، وزي ما احنا شايفين كمان الكبوت بتاعها كمان جاي بيه انحدار، فزي ما احنا شايفين واضح معانا في الصوره بدون بوهيات بدون اي حاجه خالص. على فكره كمان لو انا ما قلتلكش على موضوع الرفرف ده مش باين خالص، ولكن برضو للمصداقيه احنا بنقول على كل حاجه في العربيه. اي حاجه تعيب العربيه او مش تعيبها، يعني اي حاجه في العربيه سواء البوهيه او الخرابيش او الكلام ده كله لازم طبعا يكون موضح معانا. كمان بالمناسبه سعر العربيه دي سعر كويس قوي. العربيه دي مطلوب فيها 750 الف جنيه، وعليها اوفر كويس قوي طبعا لاي حد هيجي من خلال القناه لمعرض الرضا. طبعا اي معلومه او اي حاجه حابب تعرفها زياده احنا ما قلناهاش، اتواصل معانا من خلال الارقام اللي احنا سايبينها في اول الفيديو هتظهر معاك. طبعا فضلا وليس امرا اشتراك حضرتك معانا في القناه، لانه شرف كبير جدا ليا، وطبعا هنستفاد من بعض كتير. لو انت بتحب محتوى العربيات او حتى انت حابب تشتري عربيه معينه، وبرضه لو انت حابب تشتري حاجه ومحتار مثلا بين العربيات، فانت ممكن تتواصل معايا وانا ارشح لك العربيه المناسبه ليك على حسب استخدامك اليومي وعلى حسب الاسره بتاعتك، لو انت معاك اسره كبيره او انت فرد لوحدك. طبعا نوع العربيه بيفرق في الاستخدام والمشي والكلام ده كله، انت بتحب الجري او لا او الكلام ده كله بيفرق طبعا كمان احنا عندنا صفحه على الواتساب بنشارك عليها المعلومات المهمه، المعلومات اللي هي البسيطه يعني بشكل مستمر على طول. وكمان تاكد ان معلوماتك في حمايه الواتساب مش في حمايتي انا الشخصيه. اي سواء الرقم بتاعك او اي معلومات شخصيه ما بتظهرش لي انا صاحب القناه، ولكن ما بتظهرش لي انا كمان. فتاكد تماما ان المعلومات بتاعتك موجوده في حمايه شركه الواتساب. المهم تعالى ما نكمل بقى في العربيه. زي ما انت شايف طبعا في الواجهه الاماميه هنا عندك الكشافات بتنزل باضاءه عاديه هالوجين، كمان عندك هنا في فوج لايت زي ما احنا شايفين مع بعض. ما شاء الله العربيه ممتازه قوي. كده احنا اتكلمنا بشكل سريع وبشكل عام عن الواجهه الاماميه للعربيه. العربيه كمان معمول فيها شويه حركات كده، زي هنا الشماسه الخارجيه ديت مكتوب عليها احمد، وطبعا العربيه كامله اعلى فئه خالص، فيها كمان فتحه سقف زي ما احنا شايفين معمول عليها شويه حركات كده. وهنا طبعا جنوط سبور هنتفرج عليها دلوقتي من الجنب. يلا بينا تعالى اما نشوف جنب العربيه. طيب تعالى اما نشوف بقى جنب العربيه مع بعض. طبعا احنا اتفرجنا على الواجهه الاماميه وما شاء الله حالتها ممتازه قوي زي ما شفنا، وبرده اتكلمنا عن البوهيه اللي فيها. البوهيه كان من الواجهه الاماميه كان الاكسدام، وبرده هنا معانا من الجنب الرفرف اللي هو في اتجاه اليمين ده. اليمين طبعا زي ما احنا عارفين بالنسبه للعربيه. طبعا العربيه هنا فيها غمازات لان العربيه اعلى فئه، كمان فيها كروز كنترول وهنشوفه دلوقتي لما ندخل جوه. مش حابب اكلكعلك الدنيا يعني واحنا بره، ولكن خلينا نتكلم على زون كده معينه عشان ما نكلكعش الدنيا على بعض. كل منطقه مثلا احنا بنتكلم عليها هنشرح المواصفات اللي موجوده فيها. فهنا عندك مثلا الاشارات اللي موجوده في المرايه دي زي ما احنا شايفين معانا، وعندك برده هنا الاوكر ما شاء الله بنفس لون العربيه. طبعا الحركات والحاجات اللي هي الايه الاكسسوارز اللي راكبه في العربيه دي الراجل كان مروش عليها شويه. عندنا كمان هنا فتحه السقف وهنشوفها برده كمان شويه دلوقتي لما نمشي الكاميرا على سقف العربيه. بالنسبه كمان هنا برده جنب العربيه عندك الجنوط بتاعه العربيه، جنوط سبور كمان ما شاء الله. الكاوتش بتاع العربيه حالته جديده قوي، يعني لو بلغنا والله مش مبالغه صراحه يعني فوق 90% النقشه بتاعته لسه جديده خالص. كمان نوع الكاوتش هنا ممتاز قوي، الكاوتش هنا من شركه بيرجستون، فطبعا فرده الكاوتش دي في حوالي 3000 جنيه كده، فبرضه سعرها ما شاء الله او نوعها كمان من الانواع المحترمه قوي، اللي انت مثلا هتجيب الفرده مش هتزعل ولا هتحتاج ان انت تغير دلوقتي. فبرضه الحاجات دي كلها بيتشيك عليها. وبعدين برضه انت بتشتري عربيه ب 750 الف جنيه، فاوريدي لازم تشيك على كل حاجه فيها. تمام. احنا بنعرض العربيه بس انت حقك برضه كمشتري ان انت تشوف كل حاجه في العربيه وكل جزء فيها. تمام. ده بالنسبه كده للواجهه الاماميه، الحركات بتاعه
النقيب دي تقريبا 3 نجوم، دي تقريبا نقيب ماشي. المهم العربيه ما شاء الله حالتها برضو من الجنب زي ما احنا شفنا، واتكلمنا عن المكان اللي فيه البوهيه. فكده احنا اتكلمنا عن كل جزء في العربيه من الواجهه او من الواجهه وبرضو من جنب العربيه. فدلوقتي هنروح ان شاء الله لجنب العربيه، ولكن برضو ما تنساش تعمل لنا لايك بايديك الجميله، وكمان شرف كبير جدا ليا انضمام حضرتك معايا في القناه. لو انت ما اشتركتش معانا، في ناس مش عارفه زرار الاشتراك هتلاقيه موجود تحت الفيديو، هتلاقيه مكتوب كلمه اشتراك او سبسكرايب، هتضغط عليه وهتفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لك اشعار بكل فيديو احنا بننزله على القناه. تعالى لما نتنقل بقى لظهر العربيه نشوف بقى الاوبشن اللي موجود في ظهر العربيه. والعربيه ما شاء الله كمان ما فيهاش بوهيه من الظهر، هسيبك كمان انت بنفسك تشيك عليها، لان كمان زي ما احنا متعودين ان احنا بنشيك على كل حاجه وبوريك كل جزء في العربيه كانك موجود معايا هنا بالظبط. فيلا بينا تعالى ما نشوف الحاجات دي مع بعض. طيب تعالى دلوقتي ما نشوف بقى ظهر العربيه مع بعض. طبعا العربيه من حيث الخلفيه بتاعتها عندك هنا راكب سبويلر معمول بالكربون فايبر، ولكن دي طبعا لازقه مش اوريجينال. الحاجات دي طبعا ما بتركبش على العربيات اللي هي في الرينج ده دلوقتي. للاسف ان العربيات اللي بقت في المليون جنيه حتى وعدت المليون جنيه بقت فئه اقتصاديه، يعني السبورتاج النهارده وصلت 2 مليون جنيه وبرضه بقت فئه اقتصاديه للاسف. فبعيدا عن الاسعار بقى مش هنتكلم في الحوار ده لانه مش تبعنا خالص، احنا بنعرض العربيه وبعرض لك سعرها برضه عشان الناس اللي كانت بتقول لك سعر العربيه والكلام ده، فانا بقول لك على الاسعار مباشر اهوت في الفيديو. تعال لما نشوف بقى كمان العربيه هنا الاكسدام بتاعها فيه سنسور بارك ما شاء الله، ما فيهوش ولا نقطه بوهيه واحده، فدي حاجه برضو كويسه. كمان شنطه العربيه زي ما انت شايف حالتها ممتازه قوي، وهنا برضو سقف الشنطه او المسطح بتاع الشنطه ما شاء الله حالته ممتازه جدا. افتح لك برضو هنا الشنطه بتاعه العربيه من المفتاح اهو، ونشوف برضو حالتها عامله ايه من الداخل. حاول برضو انت تشوف معايا كده ما شاء الله. هو هنا بس شفه التحميل هي اللي نازله شويه، ولكن احنا مش بنعمل ريفيو للعربيه. الميزه الحلوه كمان هنا ان جنط العربيه برضو جنط سبور نازل بنفس الجنوط اللي بتيجي مع العربيه، فدي حاجه كويسه قوي. العربيه كمان بالمناسبه مالك اول من الزيرو، يعني العربيه صاحبها الوحيد اللي اشتراها وما فيهاش ورق ولا فيها الكلام ده، والعربيه مرخصه سنه مرور وسنه، فدي حاجه كويسه جدا. يعني ما تقلقش، ما فيش حد العربيه ما اتنقلتش من مالك لمالك لمالك، فدي حاجه كويسه. بيكون طبعا رجل واحده هي اللي راكبه فمحافظه على العربيه. وطبعا حضراتكم عارفين معلومه زي كده، الناس اللي فاهمه في العربيات او اللي بتشتري او الناس دي كلها عندها طبعا معلومات عن الكلام اللي احنا بنقول عليه ده. احنا طبعا اتكلمنا عن كل الاجزاء كده في العربيه من الخارج، فاضل معانا بس سقف العربيه هنشيك عليه كده بالكاميرا معانا عشان تبقى انت شيكت على كل حاجه كانك موجود معايا هنا بالظبط. وبعد كده ندخل نشوف الاوبشن والصالون بتاع العربيه من الداخل. يلا بينا. طيب تعالى كده اما نشوف بقى سقف العربيه مع بعض. ما شاء الله حالته ممتازه جدا، وفتحه السقف اهي زي ما شفناها من شويه واحنا بنشيك على الواجهه الاماميه. ما شاء الله حاجه ممتازه قوي، والسقف بيلمع ما فيهوش ولا حتى خبطه. تعالى اما نشوف كده الصالون الخلفي في البدايه زي ما انت شايف معايا ما شاء الله حاله ممتازه قوي. الفرش كمان هنا من الجلد، وفي الحته اللي في النص دي من القماش اللي هي لونها مختلف شويه، اوف وايت على تنقيط اسود على احمر على شويه كده ميكسات. صراحه الفرش شكله يعني ملفت شويه، ولكن برضه هي اوبشن موجود في العربيه. اعتقد على فكره ان هو راكب مش الاوريجينال او الستوك اللي بينزل مع العربيه. تعالوا نشوف بقى الصالون الامامي مع بعض ونشوف الاوبشن كمان اللي موجود فيه العربيه. بسم الله. عندك طبعا المرايات هنا ما بتكونش ضم ولكن فيها ضبط فقط، والازاز بتاع العربيه بالكامل كله كهرباء، والازاز بتاع السواق بيكون اوتو. برضو الكرسي بتاع السواق والكراسي كلها بتكون تحكم مانيوال مش كهرباء. تعالى ما نشوف بقى هنا الاوبشن والعداد بتاع العربيه. بالمناسبه العربيه دي ماشيه 39,000 كيلو، وكمان ده مفتاح العربية. عندك هنا الفتح والغلق وفتح الشنطة ومفتاح سكينة عادي. عندك هنا العربية فيها مالتي فانكشن بالكامل، ترى بالكامل مالتي فانكشن. تحكم طبعا هنا في الميديا، وهنا الكروز كنترول اهو مثبت السرعة. العربية طبعا ما فيهاش ولا ارباج واحد حتى، يعني دي حاجة صراحة مش كويسة خالص ما برشحهاش. ودي الزمارة بتاعة العربية. تمام. هنشوف دلوقتي العداد برضو 39,000 كيلو زي ما انت شايف ما شاء الله. يعني العربية حالتها ممتازة قوي، لسه يعتبر كأنك بتستلم من الزيرو. العربية مالك اول كمان،
موديل 21 زي ما اتفقنا. العربيه كمان هنا الكاسيت الاصلي بتاع العربيه ما شاء الله، والتكييف البكر عادي جدا التقليدي. هنا شويه الحركات اللي موجوده والفتيس والبلاك اللي حوالين الفتيس وشويه حركات كده جميله ما شاء الله. وطبعا العربيه زي ما اتفقنا ان هي فابريكا بالكامل ما عدا الاكسدام الامامي والرفرف اللي قدام شمال، وسعرها طبعا اقتصادي قوي، سعرها 750 الف جنيه. العربيه فيها رخصه سنه، ملك اول من الزيرو، حالتها ممتازه قوي، كامله كل حاجه، كروز كنترول وجنوط سبور، اشارات في المرايه، فتحه سقف. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعت النهارده. كان معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.